توصلنا بمعطيات حصرية بخصوص الشكاية التي رفعها الفنان المغربي سعيد الصنهاجي مباشرة بعد تعرضه للابتزاز، مفادها حسب مصدرنا أن الفنان المغربي تلقى اتصالا هاتفيا من مدينة تطوان قدم فيه المتصل أنه من الجالية المغربية المقيمة باسبانيا ويتوفر على تسجيلات تخصه، هو الأمر الذي لم يهتم به الصنهاجي حينها. مباشرة بعد ذلك تضيف مصادرنا أن المبتز عاود الاتصال بالصنهاجي من رقم آخر وأرسل له رسائل عبر تطبيق الواتساب يطالبه بمبلغ 6000 أورو، أي حوالي 60,000 درهم، كي لا ينشر تلك التسجيلات عبر الإنترنت. وأمام إلحاح كبير وفي الأيام الأولى من شهر نوفمبر الجاري بعث الفنان المغربي بتنسيق مع الشرطة المبتزه مبلغ 2000 درهم قبل أن يقدم شكاية إلى الشرطة القضائية بمدينة تطوان بعدما عاودوا من جديد الاتصال به وطالبوه بمبالغ مالية أخرى ليتم اعتقاله متلبسا. وكما سبق وأشارنا له في خبر حصري، كان سعيد الصنهاجي وبتنسيق مع المصالح الأمنية نصب كمين المبتز الميكانيكي، حيث اتفق معه على منحه دفعة ثانية من المال سيتمكن هذا الأخير من سحبها من إحدى الوكالات الخاصة بتحويل الأموال، ليقوم الميكانيكي بالتوجه إلى هذه الوكالة عشية تسريب الفيديو الفاضح من أجل سحب المال المتفق عليه، إلا أنه وجد نفسه مكبل اليدين بالأصفاد بعد أن تم ضبطه متلبسا.